السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي جاوبوا إجابات صحيحة عن المسابقة اللي فاتت. تعالوا مع بعض الأول نشوف المسابقة كانت إيه وإيه هي إجاباتها الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 5 أسئلة تصويب ما بين القوسين، والأسئلة بتاعتنا زي ما انتم عارفين فيها تريكات، فممكن تجيلنا في الامتحانات، فياريت الكل يركز معايا. اللي جاوب على المسابقة يركز، واللي ما جاوبش برضه يركز واحنا بنحل دلوقتي علشان يستفيد. طيب أول جملة عندي I hope we، وجايب لي visit Luxor next year. طبعا hope من الكلمات اللي دايما بيجي معاها will زائد المصدر، يبقى will visit، يبقى I hope we will visit Luxor next year. What time does the next train to Alexandria؟ طبعا يا جماعة أنا بسأل هنا عن جدول مواعيد، تمام؟ ما هو وقت أو ما وقت القطار التالي للإسكندرية؟ جدول مواعيد يبقى أنا أحط مضارع بسيط، تمام؟ وهو جايب لي هنا مضارع بسيط does، بس للأسف في does هنا محتاجة بعدها فعل، هنا ما عنديش فعل خالص. does the train to أسوان أو to Alexandria وسكت، ما قاليش مثلا the next train to Alexandria leave، ماشي، يغادر، تمام؟ فبالتالي انا هنا بتكلم في مضارع بس من غير does، يبقى احط الفعل المساعد is، لان ما عنديش فعل ايه؟ عنديش فعل استند عليه هنا، لازم does يجي بعدها فعل تستند عليه. طب لو ما فيش فعل بحط مكان does is، تمام؟ have you washed، هل غسلتي all the dishes، كل الاطباق؟ طبعا هنا مش هينفع yet، في ناس كانت مختاره yet، طبعا هنقول هنا already، رغم ان المفروض ان انا الطبيعي ان احنا سؤال بهل في المضارع التام بستخدم في اخره يت. هقول لك لا، لان ده سؤال اي نعم، ولكن السؤال ده الغرض منه التعجب، واللي وضح لي الجمله اللي بعدها you are amazing رقية، انت مدهشه يا رقية. هي هنا بتستعجب، بتقول لها هل غسلتي كل الاطباق؟ بالفعل you are amazing رقية، يعني هنا بتستفسر وهي عارفة الإجابة إن هي رقية بالفعل خلصت كل الأطباق. فهنا في نوع من أنواع التعجب، طالما في تعجب بحط already مكان يت. وأنا عرفت التعجب منين؟ زي ما أنا قلت هتلاقي في علامة تعجب أهي في الجملة اللي بعدها you are amazing رقية، وفي علامة تعجب أهي. طيب I bought، أنا اشتريت of those mobiles I didn't like both of them، أنا ما عجبنيش I didn't like يعني ما حبيتش both of them كلاهما، يبقى في عندي ايه؟ موبايلين اتنين، يبقى I bought انا اشتريت neither of those mobiles، يعني انا اشتريت، خلي بالك هنا neither ما ينفعش يجي معاها I didn't buy، لا عايز اقول I bought neither of those mobiles، يعني انا ما اشتريتش ولا موبايل من الاتنين دول، رغم ان الجمله مثبته اهي، بس استخدام neither معناها ان في نفي ان انا ما اشتريتش الاتنين مع بعض، يبقى I bought neither of those mobiles، انا ما اشتريتش كلا الموبايلان، عشان في ناس كانت عامله both هنا، لان I didn't like both of them، انا ما حبيتش ولا واحد فيهم الاثنين كلاهما. I have already visited أسوان before، خلي بالك في before في الاخر هنا، يبقى هنقول I have never visited، انا لم يسبق لي ان زرت أسوان من قبل، لان في كلمه before في النهايه. اتمنى ان شاء الله ان عندنا مسابقه النهارده في الفيديو بتاعنا، يا ريت الكل يدخل عليها، هتلاقوها في نهايه الفيديو الامتحان بتاعنا، بعد ما نحل الامتحان مع بعض هتلاقوا المسابقه في نهايه الامتحان، اتمنى الكل يشارك فيها ان شاء الله. بنبارك لكل ابطالنا ابطال القناه اللي قدروا ان هم يجاوبوا عن ال5 اسئله معا، وانا سعيد جدا بكميه التفاعل اللي كانت على الفيديو ده. تعالوا ندخل لوحه الشرف للقناه. هنبدا بتكريم اول طالب قام بالتعليق بالاجابه الصحيحه، وهو الطالب محمد السيد جعفر من سرس الليان، جنى محمد اسماعيل الشرقية، شيماء سامي سليمان من كفر الشيخ، يوسف أحمد عميرة من الدقهلية، جنى محمد من المنوفية، ملك مسعد عبد المنعم سليمان من الجيزة، آية عبد الرحمن السيد من الإسماعيلية، أماني سالم من الشرقية، فرح أيمن إبراهيم من الجيزة، عمر حسان من الأقصر، حنين أسعد محمد، شهد أشرف الكبير من البحيرة، هاجر ربيع سيد من بني سويف، فاطمة محمد من قنا، دعاء أيمن من الفيوم، هنا محسن من سوهاج، محمد علي عبد الحفيظ من بني سويف، نور الله هاني من الفيوم، كنزي علي من الجيزة، إيمان محمد زكريا من الإسماعيلية، بولا حنا عيد من المنيا،
مريم احمد المتولي من دمياط. الف مبروك ليك واحبتنا، ودعواتنا ليكم يا رب بدوام التفوق باذن الله. فيديو النهارده احبتي هو فيديو هام للصف الثالث الاعدادي، هو عباره عن امتحان متوقع رقم 6 من القناه. الامتحان ده يمكن اكتر امتحان كان فيه تريكات وفيه حاجات كويسه جدا هتعجبكم ان شاء الله، يا ريت الكل يتابعنا للنهايه. الامتحان خاص بالترم الاول زي ما قلنا، ويا رب ان شاء الله الامتحان يعجبكم. لو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز او الاشعارات بتاعتنا اولا باول، ولايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناه. بفكركم ان انا سايب لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف رابط الانضمام معانا لجروب الواتساب الخاص بامتحانات ومراجعات على برنامج زوم. ان شاء الله بنعمل مراجعات باستخدام برنامج زوم وامتحانات اونلاين. هتلاقوا رابط الانضمام للجروب اسفل الفيديو، جروب الواتساب للي حابب ان هو ينضم معانا للامتحانات دي اونلاين. وكمان في رابط الانضمام معانا لمجموعتنا على التليجرام، بنرحب بيكم على التليجرام يا شباب. وما ننساش اخواتنا الفلسطينيين من دعائكم، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم ويسدد رميهم ويثبت اقدامهم. وما تنسوش المقاطعه يا شباب، المقاطعه هي الحاجه الوحيده اللي نقدر نخدم بيها اخواتنا في الظروف اللي هم فيها دلوقتي، بعد ان احنا ندعو الله ليهم ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. تعالوا مع بعض نبدا امتحاننا، بس قبل ما نبدا يلا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول سؤال عندنا في امتحاننا هو سؤال ديالوج، المحادثه. طبعا لازم اقرا الاول انترودكشن سنتنس اللي هي الجمله المقدمه. انا هسيب لكم 3 ثواني 4 ثواني كده قبل ما انا اجاوب، يا ريت نجاوب قبل ما انا اجاوب. A man is asking هاني for help. رجل بيسأل هاني أو بيطلب من هاني المساعدة. فالمان بيقول إيه؟ Could you help me please؟ هل ممكن تساعدني من فضلك؟ فهنا هاني هيرد عليه يقول له إيه؟ أيوه برافو عليكم. Yes sure أو yes of course أو yes I could. أي إجابة من الثلاثة تنفع. طيب هنا رقم 2 قال جملة كده، قال له There is a good hotel near the Nile. يوجد فندق جيد بالقرب من النيل. يبقى هيقول له ايه؟ انا سامع ناس عايزه تسال سؤال وتقول could you tell me can you tell me. كل ده غلط، لان هنا في ايه في الاخر؟ فول ستوب، يعني جمله خبريه، يعني جمله ايه؟ خبريه. مش هينفع ان انا احط لها ايه؟ احط لها question mark. يبقى انا هسال عن الهوتيل بس من غير ما اعمل سؤال. ازاي اسال من غير ما اعمل سؤال؟ هبدا جملتي ببليز، من فضلك. تمام؟ من فضلك ممكن اقول له بليز tell me about a good hotel. اخبرني عن فندق جيد. او بليز I need a good hotel. انا احتاج فندق جيد. او بليز I want a good hotel. انا اريد فندق جيد. كل دي اسئله عن المكان بس من غير ما احط كويستشن مارك. خلي بالكم من حته الكويستشن مارك والفول ستوب دي. طيب هنا بيسال في رقم 3 ده السؤال اهو، لان اخر كويستشن مارك. قال له اتس 5 ستارز، انه 5 نجوم. يبقى اكيد ساله كام عدد النجوم بتاعته. يبقى هاو ماني ستارز از ات. هاو ماني ستارز، جبت از ات دي منين؟ اهو ات از حولتها الى از ات. رقم 4 بيسال سؤال فقال له يس. طالما جاوب يس يبقى انا هسال سؤال بهال على الجزء ده كده، اللي هو there is a cheaper one. يبقى is there a cheaper one؟ تمام؟ is there a cheaper one؟ هل يوجد واحد أرخص من ده؟ يبقى is there a cheaper one؟ قال له I will. قال له طبعا في، بس إيه؟ but it's so far، ولكنه بعيد جدا. you will have to take a taxi. أنت هتضطر أو ستضطر أن تأخذ تاكسي. قال له I will do. هاخد تاكسي مفيش مشكلة. وبعدين قال له جملة كده فرد عليه هاني قال له you're welcome أو you are welcome. طالما قال له you are welcome يبقى المان رد عليه قال له ايه؟ ايوه قال له ثانك يو. يبقى ثانك يو الرد دايما بتاعها يو ار ويلكم. تعالوا نشوف بقى القطعه وعليها 4 فراغات، والمطلوب مني املا ال4 فراغات ب4 كلمات من اللي فوق. Hello, I am Noha. I am from Giza, but I have lived in Minya city space 10 years. خلي بالك الجملة هنا I have lived مضارع تام، وبعدين جايب لي 10 years مدة زمنية، مش نقطة زمنية، مش نقطة زي 2015 2016 1999 والكلام ده. يبقى أنا طالما جايب لي a period of time، a period مش a point in time، لا جايب لي a period of time 10 سنين، يبقى هستخدم معاها إيه؟ برافو، سامع ناس بتقول 4. جميل، 4 10 years.
Minya is a very beautiful and space city. منيا تعتبر مدينة جميلة وإيه؟ أيوة هادئة peaceful. It's famous for إنها مشهورة ب It's beautiful corniche الكورنيش الجميل بتاعها. It's an open botanical space botanical park برافو اللي هي حديقة نباتية. في طبعا botanical garden احنا كنا خدناها بس ممكن تمشي بارك برضو. Going along the Nile. I like to walk at Corniche in winter and sit under a tree watching the space of the Nile. Watching the جميل scenery of the Nile. scenery معناها المنظر الطبيعي. خلاص scenery يعني منظر طبيعي وأنا بحب أقعد تحت الشجر وأشاهد المنظر الطبيعي للنيل. السؤال الثالث عندنا قطعة وعليها بعض الأسئلة. تعالوا نقرأ مع بعض القطعة ولو في كلمات جديدة يا ريت يا شباب نطلعها على جنب. My first day at school أول يوم ليا في الدراسة is one of the most memorable days of my life. هو واحد من أكتر الأيام التي أتذكرها. memorable يعني إيه؟ يمكن تذكرها of my life في حياتي. I walked to a nearby primary school with my father. مشينا إلى مدرسة قريبة مدرسة ابتدائية قريبة مع والدي. I had many unknown fears. أنا كان عندي الكثير من fears يعني إيه يا شباب؟ أيوة مخاوف. fears يعني مخاوف. كان عندي الكثير من المخاوف الغير معروفة. After reaching school بعد الوصول للمدرسة I saw some pupils playing. أنا رأيت بعض التلاميذ يلعبون. A teacher took us to my classroom. معلم أخذني على الفصل بتاعي. When my father left me in the class عندما والدي تركني في الفصل I understood أنا فهمت that I was in a new world إن أنا كنت في عالم جديد. After a while بعد لحظة our class teacher entered the class. معلم الفصل بتاعنا دخل الفصل. He told us about many rules. هو أخبرنا عن الكثير من القواعد أو القوانين rules and important things وأشياء مهمة. Sometime later بعد الوقت أو بعد بعض الوقت تمام. The first bell rang أول جرس ضرب and a new teacher came ودخل مدرس تاني أو جاء مدرس آخر جديد. She was our English teacher. هي كانت معلمة الإنجليزي بتاعتنا. She told us an interesting story. هي أخبرتنا قصة شيقة. I enjoyed the class. أنا استمتعت بالحصة. The teachers المعلمون were very friendly. كانوا ودودين جدا to us لنا. So all my fears disappeared. لذلك كل مخاوفي اختفت. At last في النهاية the final bell rang. الجرس الأخير رن. My father was waiting for me at the school gate. والوالدي كان ينتظرني عند بوابة المدرسة. We came back home. ونحن عدنا للبيت. I will never forget the sweet memories. أنا لن أنسى أبدا الذكريات الحلوة. sweet يعني حلوة. of the first day at school. لأول يوم في المدرسة. The word memorable which in the line 1 اللي موجودة في السطر الأول كلمة memorable دي means not these days. means إيه يا جماعة؟ I can't forget ولا I can't forget ولا I never remember ولا I never forget. memorable يعني إيه؟ أيوة I never forget عمري ما هنساها. I never forget. The best title of the passage is أفضل عنوان title يعني عنوان للقطعة يكون my first day at school, my teachers, my classmates. أيوة رقم B my first day at school. The writer and his father الكاتب ووالده went to the school by car, by taxi, on foot, by train. أيوة on foot سيرا على الأقدام. أهو في الأول خالص بيقول I walked to a nearby primary school. السؤال الرابع what did the English teacher tell the class. معلمة الإنجليزي أخبرتهم إيه؟ ها في حد فاكر؟ أيوة interesting stories. يبقى أخبرتهم she told them an interesting story. Why did the writer's fears disappear. ليه اختفت المخاوف بتاعة الكاتب لما ايه ايوه when التيتشرز بتوعه كانوا friendly. هنلاقيها موجودة بالظبط هنا
teachers were very friendly. يبقى ايه عندما التلاميذ او المدرسين بتوعه، هنقول because بقى لان هو جاي سائل بواي، يبقى because the teachers were friendly. المعلمون كانوا ودودين. How was the writer's first day at school؟ من خلال قرايتنا للباسج، كيف كان أول يوم للكاتب بتاع القصة في المدرسة؟ هنقول it was great, it was a good day، تمام؟ it was nice، أي حاجة تنفع. سؤال تشوز، عندنا 6 أسئلة. To space means saying hello to welcome someone. يا ريت يا جماعة تكتبوا لي جاوبتوا كام إجابة صحيحة لوحدكم. To space means saying hello to welcome someone. يلا نفكر كده. أيوة. To greet تحيي. رقم إيه؟ To turn off means to space working. Turn off معناها stop working، يتوقف عن العمل. The opposite of the word worse is. عكس كلمة worse. worse يعني إيه يا جماعة؟ أيوة worse يعني أسوأ، ودي صيغة comparative من bad. bad سيء، worse أسوأ، worst الأسوأ صيغة التفضيل العليا. طيب worse يعني إيه أسوأ؟ صيغة comparative، يبقى أنت عايز إيه؟ أفضل. العكس منها وإيه؟ أفضل، تبقى better. رقم سي better. السؤال الرابع the prefix space turns the adjective formal into the opposite. بيحول كلمة formal إلى عكس. دي سهلة دي. informal. formal يعني رسمي، informal يعني غير رسمي. There are many monuments. يوجد الكثير من الآثار and ruins in Luxor. والآثار برضو في الأقصر. Monuments here refers to. المونيومنتس هنا تشير إلى إيه؟ monuments معناها أيوة historic things، أشياء تاريخية and buildings. Egypt has held a big conference. مصر عقدت. held الماضي من hold. hold a conference يعني يعقد مؤتمر. held يعني معناها عقدت. a big conference مؤتمر كبير. the verb held here means. كلمة held هنا معناها إيه؟ أيوة organized. رقم سي organized. طيب سؤال الكوريكت summer is. السؤال ده سهل أنا عارف، تمام. taller دي صيغة مقارنة عادية جدا، ودي صفة صغيرة عشان كده حطينا لها اي ار في المقارنة. summer أطول من دينا، تمام. صيغة مقارنة لأن في summer وفي دينا وفي عندي كلمة دان. the plane ده أيوة time table. the plane عايز يقول تصل أو ستصل. reach يعني تصل. Paris at 4 AM tomorrow. يبقى reaches نحط لها es عشان نجيب المضارع منها، يبقى es ليه؟ عشان the plane مفرد. وليه ضفنا لها es؟ عشان آخرها ch. I like eating boiled eggs. السؤال ده محتاج حد بقى ايه يفكر فيه. عايز يقول أنا بحب آكل البيض المسلوق. أيوه boiled بالإي boiled eggs البيض المسلوق. عادل must studied English well. أيوه study English well. both إيناس and I. خلي بالك في عندي both فلان and فلان، دايما both بيجي بعدها فعل ايه؟ جمع. برافو. تبقى ايه؟ كل من إيناس وأنا نكون أذكياء. أيوه تبقى are. يبقى verb to be بنحوله إلى المضارع am و is و are، لأن مفيش حاجة تعبر عن الماضي هنا، عشان كده ما ينفعش أقول where. both إيناس and I are clever. أتمنى إن شاء الله تقولي له جاوبتوا كام سؤال صحيح في سؤال تشوز اللي هو ال6 أسئلة، وكمان سؤال الكوريكت أو التصويب ما بين القوسين ال5 أسئلة. ننتقل مع بعض إلى آخر سؤال عندنا، هو سؤال الباراجراف. عايزني أكتب 110 كلمة عن موضوع مهم جدا، هو review about using the internet. مراجعة نقدية عن استخدام الإنترنت. تعالوا نبص كده على الباراجراف المقترح ليكم. هو ده الباراجراف المقترح. أولا نصيحة مني ليكم عشان تجيبوا الفول مارك لازم نتبع 3-4 حاجات كده. أول حاجة عندي هي إن أنا أسيب فراغ صغير في أول سطر زي اللي أنا عامله كده، فراغ صغير في أول سطر، وأبدأ كل جملة بحرف كابيتال واختمها بفول ستوب أو نقطة. أبدأ كل جملة بحرف كابيتال واختمها بفول ستوب. السبيلنج يكون سليم والجرامر بتاعي يكون سليم، وإن شاء الله ناخد الفول مارك. وفي عندي جملتين افتتاحيتين ينفع يتركبوا في بداية أي باراجراف. الجملة الافتتاحية الأولى Firstly, I think this topic is very important. في البداية أنا أعتقد إن هذا الموضوع مهم جدا. دي أول جملة افتتاحية عندنا.
طبعا وقفلناها بفول ستوب او نقطه. in this الجمله الافتتاحيه الثانيه بقى in this paragraph في هذا الباراجراف I am going to write انا ساكتب. خلي بالك بعد كلمه write هنا اكتب ايه بقى؟ a review about using the internet. a review about using the internet دي اللي هي ايه؟ بركب العنوان بتاع الباراجراف مع الجمله الثانيه دي من بعد كلمه write. انا هكتب ايه؟ a review about using the internet. نقرا باقي الباراجراف عشان ما اطولش عليكم كويس، ولو في كلمات مش فاهمينها اكتبوها لي في التعليقات او دوروا عليها ان شاء الله علشان تثبت في ذهنك اكتر. كده نكون خلصنا. ما تنسوناش من صالح دعائكم يا شباب. ان شاء الله ننتقل الى الكويز بتاعنا. today's quiz هو عباره عن 5 اسئله تصويب ما بين القوسين، والاسئله بتاعتنا مستواها مرتفع فياريت الكل يركز وهو بيجاوب. اول جمله عندنا on that time tomorrow I will be traveling to Cairo. I prefer reading to plays chess. Omar is taller than Ali. He is the shortest in the class. None of space وجايب لي we likes milk. Where be you yesterday? أتمنى إن شاء الله إن كل أبطالنا أبطال القناة يقدروا يجاوبوا عن ال5 أسئلة معا. وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو القادم، وحتى حينها أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.